السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله موضوع هذه الحلقة هيكون بعنوان كلام بولس ليس وحي من الله. في الحقيقة النصارى بتؤمن أن من أول سفر التكوين اللي هو أول سفر في الكتاب المقدس وحتى سفر الرؤيا اللي هو آخر سفر في الكتاب المقدس أن كل الكتاب المقدس هو كتاب موحى به من الله، وكل ما في الكتاب المقدس هو كلام الله. لكن بولس نفسه بيقول أن كلامي ليس كلام الله. يعني على سبيل المثال نجد في غلاطيا 5:2 نص بيقول: ها أنا بولس أقول لكم، ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. يبقى مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول؟ بولس اللي بيقول ها أنا بولس أقول لكم. كورنثوس الأولى 7:25: وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأيا. يبقى ده كلام مين؟ ده كلام بولس. ورأي مين؟ رأي بولس. هل بولس قال ان ده كلام الله؟ لا، مش كلام الله، يبقى ده كلام بولس. كورنثوس الثانية 11:17: الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب. يبقى كلام بولس ولا كلام الله؟ كلام بولس. هو بولس بيعترف وبيقول صراحة: الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب. كورنثوس الثانية 9:1: فأنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم. يبقى بولس بيقول إن أنا بتكلمه وبكتبه فضول مني وليس وحي من الله. يبقى كل كلام بولس هو فضول منه بحسب رأيه، ليس عنده رأي من الرب فيه في هذا الكلام. يبقى الكلام كلام مين؟ كلام بولس. كورنثوس الأولى 7:40: ولكنها أكثر غبطة إن لبست هكذا بحسب رأيي، بحسب رأيي، وأظن أني أيضا عندي روح الله، وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. ظن بولس واعتقاد بولس وفضول بولس ورأي بولس، وبولس اللي بيقول والله لم يقول شيء. فلماذا يتعبد النصارى بكلام بولس إذا كان ليس كلام من عند الله؟ كورنثوس الأولى 7:12: وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب، أقول لهم أنا للرب. يبقى مين اللي بيقول؟ بولس اللي بيقول. يبقى هل الكتاب المقدس كلام الله ولا مش كلام الله؟ بولس بيقول أنه كلام بولس. طيب، تيموثاوس الثانية 4:9 نشوف كلام بولس اللي مش عارف بصراحة لماذا وضع هذا الكلام في الكتاب المقدس وما الفائدة منه. يعني كلام بدون فائدة، بدون أي فائدة. يعني مثلا على سبيل المثال نجد بولس في تيموثاوس الثانية 4:9 بيقول: بادر أن تجيء إلي سريعا لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكس إلى غلاطيا، وتيتس إلى دلماطية، لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند قربس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. بولس على صفحات الكتاب المقدس عاوز باعت واحد يجيب له الجاكيتة بتاعته اللي نسيها وناسي كتب ورقوق بيدور عليها. طب ما هذا الكلام؟ هل ما هذا الكلام في الكتاب المقدس؟ ما الداعي منه؟ هل هذا كلام مقدس؟ يعني هل المفروض ان النصارى تتعبد بهذا الكلام؟ ما فائدة هذا الكلام؟ يبقى كلام اللي موجود في الكتاب المقدس ليس كلام الله ولكن هو كلام بولس. طيب، رومية 16:1 نجد سفر اسمه سفر السلامات. لا نجد منه أي أهمية ولا أي فايدة، وليس من كلام الله، كلام بولس وكلام بدون فائدة أيضا. يعني مثلا على سبيل المثال نجد النص رومية 16:1 بيقول ايه: أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنغاخريا كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين، ولي أنا أيضا. سلموا على برسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، الذين وضع عنقيهما من أجل حياتي، الذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم، وعلى الكنيسة التي في بيتهما سلموا على
أبنتوس حبيبي الذي هو بقورة أخائية للمسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على أندرونيكوس ويونياس نسيبي المأسورين معي الذين هما مشهوران بين الرسل وقد كان في المسيح قبلي. سلموا على إمبلياس حبيبي في الرب. سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح وعلى استاخيس حبيبي. سلموا على أبلس المزكى في المسيح. سلموا على الذين هم من أهل أرسطوبولوس. سلموا على هيريديون نسيبي. سلموا على الذين هم من أهل نركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه أمي. سلموا على اسكنريتس فيلغون هرماس بتروباس وهرميس وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته وأولمباس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. هل هذا كلام الله؟ مش كلام الله، ده كلام بولس بعمل يسلم على الناس. ما داعي لهذا الكلام أن يكون في الكتاب المقدس ويتعبد به النصارى؟ يبقى احنا لما نقول أن الكتاب المقدس ليس كلام الله يبقى احنا لم نخطئ، لأن بولس نفسه يقول أن هذا الكلام ليس كلام الله. نتمنى أن احنا نكون يعني وصلنا الموضوع بشكل طيب، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.